اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. ندخل بقى في الفيديو بتاعنا النهارده. انا قلت ابدا كده معايا، انا عن نفسي قلت ابدا كده بالريسبشن. هو بصراحه اقل مكان عندي بيتبهدل لان احنا ما بنقعدش فيه خالص. اخدتكم معايا على طول كده على الريسبشن. طبعا كان في غسيل على الكنبه شفتوه، او تفتكروا ان انا طبقته؟ لا والله ابدا، مش هطبقه غير معاكم ان شاء الله. الفيديو الجاي نطبقه مع بعض، انا صريحه معاكم مش هكدب يعني. وكمان كان على الترابيزه حتى صينيتين نعناع كده بنشفهم، لان انتوا عارفين ان انا من عشاق الشاي بالنعناع، بحبه جدا. مش بحب اشتريه كده من العطار جاهز، لا انا بحب ان انا اجيبه اخضر عادي من السوق واغسله وانشفه في البيت كده، بيبقى طعمه احلى كتير وريحته جميله. المهم بقى مسكت البتاعه اللي هي بتزعف الحيطان دي، مش عارفه، وخدت كده الريسبشن كله رايح جاي. المهم زعفت الحيطان كلها، وبعدين بقى عملت ايه؟ جبت المكنسه قلت انضف بيها الصالون. خلي بالك ان انت لما بتنفضي الصالون مثلا بفوطه او باي حاجه، كل التراب اللي انت طلعتيه من الصالون او من الانتريه بتاعك راح على الحاجه. انما لما تشفطيه بالمكنسه خلاص كده التراب اللي طلع من الصالون بتاعك او الانتريه خلاص هو اتسحب جوه المكنسه، مفيش تراب بقى في الجو، مفيش عفره، مفيش الكلام ده كله. تمام كده، فدي احسن طريقه انت تنضفي بيها. وكمان لو في اللي هي الفرشه اللي بتتركب في المكنسه عايزه تنضفي بيها بتبقى احسن برضو، بس انا صراحه ما كنتش محتاجاها. طبعا اخدت السجاده بالمكنسه كده رايح جاي قبل ما اشيل الترابيزه، وبعدين عملتها تاني بعد ما شلت الترابيزه خلاص كده عشان السجاده كده اتنضفت تمام. حاجه زي ما قلت لكم محدش بيقعد في الريسبشن عندي اصلا. المهم ان انا مسكت بقى الشرشوبه واديت الارض مسحه حلوه، وعملت تحت الكنب كمان، بس طبعا ايه ما جاش معاكم في التصوير. الترابيزه ركنتها على جنب، لمعتها كده بالملمع بالجلانس اللي عندي ونضفتها كويس، وحطيت كمان البونبونيره دي وتمام يعني كل حاجه تمام. جيت بقى للسفره الحلوه بتاعتي دي، شلت طبعا كل حد بيخش مع اي حاجه بيحطها على السفره، ما تفهموش ده ايه، شلت المفرش ولمعتها بالجلانس برده تمام وزي الفل. قلت امسح بقى الخشب بتاع السفره نفسه. المهم لمعت خشب السفره، وكل معاكم مقتطفات كده صغيره بحيث انها تشجعك بس مش اكتر. خلصت السفره ولمعتها بقى ازاز وخشب وكل حاجه. افتكرت ان انا اصلا ما لمعتش خشب الصالون، رحت رجعت له تاني بنفس برضو ملمع الخشب دوت، برش على الفوطه مش على الخشب. خلي بالكم عايزه تحافظي على الخشب بتاعك فتره اطول. طبعا دلوقتي الدنيا مولعه نار، مش هتجيبي بقى اساس كل يوم او موبيليا كل يوم او كل حتى 4 5 سنين، لا تحافظي على الخشب بتاعك وترشي على الفوطه نفسها وتلمعي بعد كده الخشب بيها. في تفاصيل كتير صغيره ممله قوي، بس ما علينا كده نحاول ايه نخطفها بسرعه. لمعت كمان مفتاح الكهرباء اللي كان عندي والبرواز ده لمعته برضو حلو بالجلانس. وقلت اخد مفاتيح الكهرباء كده معايا في السكه وانا ماشيه الف عليهم كلهم كده لمعهم بالمره، بما ان الفوطه في ايدي فيها مكانها ملمع فلمع بالمره، وكانت زي الفل الحمد لله. نيجي بقى للكارثه اللي عندي ده، شنطه المعالق اللي كل العرايس وهي بتجهز لازم تجيبها، بتبقى تهمه كده وملهاش اي 60 لازمه ومركونه زي ما انتم شايفين كده. انا كنت جايباها بقى مش عارفه كان عاجبني شكل البيان وده في ايه، بصراحه مش عارفه كان مخي فين ساعتها، بس ما علينا يعني. المهم ان هي الحمد لله لمعتها وكانت زي الفل. طبعا انتوا عارفين مبدئي بعد ما اعمل اي حاجه لازم اكافئ نفسي ان انا شطوره وخلصت كل الحاجه اللي ورايا. دخلت على المطبخ جبت البرتقانتين دول وقطعتهم كده شكل ورده، يا سلام يا سلام يفتحوا النفس والله.